النهارده احنا رحلتنا مع الذكاء الصناعي على جوجل اي اي ستوديو. ايه هو جوجل اي اي ستوديو؟ في الاول ما هنبدا ده الانترفيس بتاعنا، اليوزر انترفيس، وهنبدا من على الشمال من تحت خالص كده اهو. الجيميناي عمل حاجه تانية هي تحت التجربه برضو من خلال الجوجل اي اي ستوديو، هي الستريم او انك تعمل توك تو جيميناي لايف. فيديو جنريشن اللي هي اللي بعدها هنبدا نتعرف على الشاشه. طبعا رحلتنا الأخيرة مع جوجل اي اي ستوديو، واستنوا لآخر الفيديو علشان في تركاية صغننة كده هنعملها مع بعض. النهاردة زي ما وعدتكم المرة اللي فاتت إن احنا هنشتغل على الستارتر ابس اللي هي رقم 4 اللي الدور عليها. في الستارتر ابس دي عبارة عن حاجة زي بلو برنت أو ميني ابس كده عاملاها جوجل، تقدر تجربها كتير، او ممكن تعمل كمان تكرييت الاب بتاعك علشان وتشوف النتيجة بتاعت التشغيل بتاعه قدامك، تعرفك ازاي الاي اي بتشتغل. لكن الحقيقه اللي احنا هنجربه مع بعض مش كله، وانا مش هعمل كرييت اب طبعا لان انا ماليش في البرمجه، لكن هي هنا المكان هنا حلو قوي ان اي حد، يعني انا لو هبدا الاول من كرييت اب علشان نخلصها، ان حضرتك تقدر تبدا من برومت او تبدا من امتي اب، وتبدا ان انت تعمل اب ديفلوبمنت بكتابه الكود. فده لحد يكون لسه بيتعلم كودنج او ليه في البرمجه، مبتدئ غالبا، يقدر ان هو يعمل كرييشن للاب، او حتى ان هو يعمل جنريت لايجنت ويبدا ان هو او تشات بوت مثلا او كده، ويقدر يجربه. يعني تقدر تكتب الكود بتاعك، لو ضغطت على التشات مثلا هو هنا الكود بتاعك، انت ممكن بتاخد فكره عن الكود نفسه بتقراه، تقدر ان انت تشتغله وتجربه، فبيديك فكره عن الدنيا شغاله ازاي. طيب هنرجع تاني لبره خالص. في مجموعه من الابس ممكن تلعب عليها، من ضمنها مثلا انا مش هاخد كله عشان الوقت، بس هاخد مثلا المابس بلانر دي. المابس بلانر دي لما يعني دي تعتبر زي تجربه يعني من وجهه نظري للجوجل مابس. لو انا كتبت مثلا كايرو، طبعا بتكتب ممكن بالعربي ممكن بالانجليزي، بيبدا يحدد لك اول ما كتبت اسم مدينه بدا ان هو يديني الاماكن السياحيه اللي موجوده فيها، وتقدر تحدد موقعها عليها. فده يعتبر زي تجربه الجوجل مابس. لو اخذنا كمثال في من الابس اللي احنا ممكن نجربها، مثلا الاب دي اللي هي البلاي جراوند دي، بتخليك تعمل زي برمجه لحاجه صغيره، تقدر تعرف ازاي هو بيفكر لما يجي يعمل برمجه، انت بتدخل لدماغ الاله هو بيفكر ازاي. فمثلا هنا start from scratch to make a smoke simulation made of buff. تعالوا نشوف هيعملها ازاي. بيبدا بخطوات الثينكينج موجوده عندك، هو بيعمل يعني بيفكر ويرتب افكاره ازاي، تقدر تقرا ده واحده ورا الثانيه، وبعدين بعد كده بيبدا ان هو يعمل البرمجه او الكود بتاعه. بدا يظهر لك الافكت او التكوين اللي هو عمله اهو هنا. لو عايز تشوف الكود نفسه، الكود موجود هنا بالكتابه بتاعته، فده بيتهيألي هيبقى جزئيه كويسه لحد بيتعلم برمجه. مثلا ممكن كمان انك تعمل ادنج ليه، يعني مثلا انا قلت له هنا فورم ا فيميل فروم ذيس سموك، وهعمل انتر واشوف هيعملها ازاي. لو عايز تعرف طريقه التفكير هو بيديها لك، لو عايز تعرف الكود نفسه، نص الكود او مكتوب ازاي، تقدر تعدل في الكود لو انت بتعرف في الكودنج اصلا. بس في النهايه انت داخل على دماغ الاي اي ازاي بيعمل الكلام ده او ازاي بيفكر. زي ما احنا شايفين هو بدا بالسموك يبدا لنا يعمل فيجر، هو مش باين ان هو فيميل قوي، بس هو بالسموك بيعمل فيجر. فدي كانت تجربه للاب. في ايه تاني عندنا هنا برضو من الابس الموجوده، ان هو ممكن يحول لك من الايمج يعمل لك كود. انا كل ده الحاجات اللي ليها علاقه بالكودنج. فحضرتك ممكن تعمل دراج لايمج هنا من على الجهاز بتاعك مثلا، وتشوف هو هيديلك 5 كود سنيبتس، هيديلك حاجه فيها حركه بناء على الايمج دي، فهيديك 5 اختيارات للحركه. اول ما بنعمل ريفيو ادي اول واحد، حضرتك بتتحرك بحركه الماوس، بيبدا يحرك لك، هو اخد ان في ماونتنز في الموضوع. طيب الثاني، وطبعا تقدر تعمل الكود، تشوف الكود بتاع الحركه دي ايه، ممكن تعمل كوبي للكود. يعني كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لحد بضغط على بريفيو عشان اشوف التغيير بتاعها، بيدي تكوينات مختلفه. طيب دي واحدة تانية، أنا سايبة الحاجات المهمة للآخر. دي ايمج تو كود. في المابس اكسبلورر، تقدر إن أنت تدخل على حاجة معينة ليها علاقة بالتاريخ، دي ممكن هسيبها لك تجربها. أنا بالنسبة لي أهم حاجتين هي السبيشال اندرستاندينج والفلاش ميكر. هاخد السبيشال اندرستاندينج دي الأول. في السبيشال اندرستاندينج دي أنا أقدر أعمل أبلود لأي صورة، هاخد نفس الصورة اللي إحنا كنا بنلعب بيها من شوية، وبعدين هقول له سند. هو مديني هنا اختيارات إن هو ممكن يعمل بال 2 دي باوندينج بوكس، وممكن يعمل سيجمنتيشن ماسكس، وممكن يعمل
يعمل بالبوينتس. الفكره كلها في ايه؟ ان انا كل لما اعمل هوفرنج على نقطه هو هيديك الاسم بتاع الحاجه، يعني بيتعرف على عناصر الصوره ويبدا يديك اسم الحاجه اللي موجوده عليها. طب لو عملت سيجمنتيشن ماسكس وعملت سند هنلاقيه هنا هو برضو نفس الحكايه، ماونتن رايد هو بيتعرف باك متعرف عليها في بالبوينتس، وهعمل سند برضو هو بيتعرف على الايتمز بتاعت الصوره. يعني دي برضو من ضمنها حلوه بالنسبه لحد مثلا ممكن يكون بيتعلم لغه او حاجه، وممكن عن طريق الصور عايز يعرف اسم حاجه معينه عن طريق صوره. لو خدت صوره من الصور اللي هو عنده جاهزه وعملت سند مثلا بيبدا يعرفني على الحاجات اللي موجوده. طيب اللي بعدها الفلاش ميكر، ودي انا هجرب عشان اعمل مقارنه ما بينها وما بين الفلاش ميكر لما نعملها على جيميناي مباشره. هنعمل عشان نعمل جنريت مثلا للفلاش هنقول مثلا ancient room وهقول له generate flash cards، وهاخد نفس الancient room وبعدين هكتب هنا generate flash cards about ancient روم. ده على جيميناي، هسيب الجيميناي يشتغل وهشوف هنا هو لسه بيعمل جنريشن للفلاش كارد. جيميناي بدا يديني الفلاش كارد الفرونت والباك كتكست زي ما احنا شايفين، اللي هو حضرتك ممكن تاخدها وتعمل الفلاش كارد دي على اي برنامج تاني خاص بالفلاش كارد، هو حددلك محتوياته تمام. لكن هنا زي ما احنا شايفين هنا ادالك الفلاش كارد نفسها، فالفلاش كارد نفسها متكونه قدامك. فحته الفلاش كارد لو دي كانت بالنسبه لك حاجه من الحاجات اللي بتستخدمها وانت بتذاكر، فيبقى لطيف جدا لو انت دخلت في تول زي دي واستخدمت الفلاش كارد اللي فيها. هنا خلاص انا اعتبر خلصت الموضوع. لكن في حاجه جميله جدا، احنا معظمنا ساعات بيتفرج على فيديو باي لغه مش عارفها. مثلا لو دخلت على اليوتيوب وعملت مثلا هاخد فيديو من الفيديوهات بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده علشان حقوق الملكيه، وهبدا مثلا اخد فيديو زي ده. واحنا عارفين انا كاتمه هنا الصوت معلش، ان احنا عندنا ساعات بيبقى الفيديو بلغه احنا مش عارفين نترجمه. طبعا في حاجات تانية تولز تانية هنتعرض لها هي بتترجم الفيديو اوديو وكل حاجه. طيب ازاي انا اترجم الفيديو ده؟ في جزء منها مثلا انا براقب السي سي وببدا اختار اللغه واشوف اللغه بتاع التايتل ده مش ذكاء صناعي، ده عادي، فهو عربيك اوتو جنريتد مثلا لان الفيديو ده بتاعي فانا بكلمكم بالعربي. بس لو انا حابه ان انا احط اوتو ترانسليت فهختار اللغه اللي انا عايزه اترجم ليها، مثلا ان انا عايزه اترجم للانجليزي بختار اللغه، فالدنيا تمام بضغط على سي سي هو بيبدا يحط لي الترجمه هنا. لو نزلت عايزه اشوف السكريبت بتاع الفيديو بنزل في الديسك في الديسكريبشن بوكس وببدا خالص اخر الديسكريبشن بوكس بيبقى فيه حاجه اسمها شو ترانسكريبت، هو بيديك ترانسكريبت بالاوتو جنريتد باللغه الاصليه اللي هو فيها، تقدر ان انت تعمل له كوبي وتترجمه ماشي تمام. كل ده عن طريق الجزئيه بتاعه اليوتيوب عادي، ما دخلناش على ذكاء صناعي او اي حاجه. طيب لو انا عايزه ادخل اخد كوبي لينك هنا وهدخل على الاسك جيميناي وهقول له ترانسليت تو انجلش، وانا ما حددتش اللغه اللي هي موجوده، بس انا هفترض ان هو انا عايزه اترجمه للانجليزي وهو بالعربي، وبعدين حطيت اللينك بتاع اليوتيوب فيديو هجربها هنا. هو بيديك سامري ليه بالفايل للمحتوى بتاعه باللغه المختلفه. طب لو انا قلت له do this YouTube video وحطيت له اللينك برضو نفس الحكايه بيديني سامري بس المره دي من غير التايم لاين بتاعه. لو احنا دخلنا بقى على الجوجل اي اي ستوديو ودخلت على الشات، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ان احنا نقدر نعمل ابلود ليوتيوب فيديو، فانا هعمل ابلود هنا اليوتيوب وبعدين حطيت اللينك بتاعي اللي موجود وبعدين هقول add prompt وحطيت في البرومت ده do this video وعملت run. زي ما احنا شايفين هو هنا عن طريق الجوجل اي اي ستوديو اللي ما عرفناش نعمله على جيميناي لان جيميناي ما بيعرفش يترجم الفيديو بس ممكن يديك النقط الاساسيه بتاعته. هنا هو حرفيا ترجم السكريبت، واداك كمان ان انت ممكن تنزله عندك او تنسخه علشان تحطه في اي فايل عندك لو انت عايزه يكون مكتوب. طبعا دي حلوه قوي لاي حد بياخد كورس او بيتعلم حاجه من على النت وتصادف ان هو بيحاول يتعلم من لغه هو مش عارفها، فدي الطريقه اداها لنا بالتوقيت بتاع النص باللغه الام وباللغه اللي هو ترجم ليها بالكامل. طبعا انا علشان احنا هنستخدم ده في فيديو يعني جاي في تفاصيل بيه، ودي كانت الاربع حلقات بتاعه الجوجل اي اي ستوديو. هي تول حلوه قوي، في حاجات تقدر تدخل تلعب فيها وبالذات في الستارتر ابس، وخصوصا لو كنت ليك في الكودينج. انا ليا في الجرافيك ماليش في الكودينج، ولو حد متابع محتويات القناه بتاعتي هتلاقي كمان في اللي هي في الفن والكرافت لو حابين. لكن هو ده كل اللي ممكن اقدر اقوله فيها. لو في حد عنده اي تجربه تانية ويحب يشاركها معانا تحت في الكومنت يا ريت، يسعدنا جدا ان احنا نشوف مشاركاتكم. وفي النهايه زي ما بقول احنا في موضوع الاي اي ده كل البشريه بتعلم بعض، يعني ما فيش حد عنده المعلومه كامله غير اللي عمله. ولو ان الاي اي فاجئ بعض الناس يعني في بعض الحاجات زي لو الاي اي لما لعب مع بطل العالم في الشطرنج
الاي اي فاجئ المبرمج اللي عمله، يعني مش بس فاجئ اللاعب رقم 1 على مستوى العالم. ففي الزمن اللي احنا فيه ده احنا مضطرين نعتمد على نفسنا ونعلم بعض. وفي النهايه نقول سلام ونشوفكم حلقه جايه.